بعد سلام المحبة والمودة لكم متابعي الكرام، سأنقل لكم بعض ما قاله الأدباء والفلاسفة والمفكرين حول شعوبنا. يقول الأديب والفيلسوف المصري مصطفى محمود إن أكبر إنجاز حققته الدول المتخلفة هو أنهم أقنعوا شعوبهم بأن التأهل لكأس العالم هو الإنجاز الأكبر، وأن انهيار الصحة والتعليم شيء عادي. فعلا عادي، عندما تصبح الأقدام أغلى من العقول فهو أمر عادي. أما المفكر الفرنسي إتيان دولابوسي يقول: عندما يتعرض الشعب لقمع طويل تنشأ أجيال لا تحتاج إلى الحرية وتتواءم مع الاستبداد، ويمكن أن نسميه بالمواطن المستقر. لماذا المستقر؟ هو الذي تنحصر جل اهتماماته في لقمة العيش وكرة القدم والدين. فالدين كما يقول عند المواطن المستقر كما أطلق عليه هو مجرد أداء طقوس ولا ينصرف غالبا للسلوك، فهو يمارس بلا حرج الكذب والنفاق والرشوة. الرشوة التي أصبحت في مجتمعنا كما يسمونها بالشطارة، ولا أعرف تحت أي باب ديني أو أخلاقي تندرج تلك الشطارة. نعود إلى مقال المفكر الفرنسي إتيان، حيث أن هؤلاء لا يشعرون بالذنب فقط إذا فاتتهم إحدى الصلوات الخمس، هنا يشعر بالذنب. أما نقطة الاهتمام الأخرى هو العيش وتحليل طرق الكسب كما يحلو له، ولكن لا يهتم إطلاقا بحقوقه الوطنية والسياسية والحقوق الأخرى، فقط يريد أن يربي أطفاله بأي طريقة. أما كرة القدم أو أي مجال آخر يجد فيها تعويضا له عن أشياء حرم منها. فالمباراة مثلا في 90 دقيقة تخضع لقوانين ثابتة وعادلة وتطبق على الجميع، وهذا ما لا يحصل في الواقع. هنا يصبح المواطن في مثل تلك الشعوب عقبة كبيرة وعائق للتغيير. وهنا وجب علينا استحضار مقولة المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي، حيث قال: إذا أردت السيطرة على شعب ما عليك إلا إغراقه في مستنقع الجهل. وهناك عدة استراتيجيات للتحكم بالشعوب طبعا، إحداها الإلهاء، وثانيا اختلاق المشاكل والاستفزازات وعدم احترام العقول ومعاملة الأفراد كأنهم أطفال قصر لم ينضجوا بعد. وهناك استراتيجية خطيرة تمارس الآن في بلداننا، هو استحسان الرديء ووضعه في أعلى المستويات. فكثيرا ما نرى اليوم شخص لا يملك من العلم أو الشهادة الدراسية أصبح وزيرا أو رئيس مؤسسة ثقافية أو علمية، وهذا أصبح أمرا طبيعي. هنا تكمن الخطورة. ربما تعود عزيزي المشاهد لكثير من المواقف المشابهة التي أزعجتك بحصولها. ومن الاستراتيجيات الأخرى هو توسيع الهوة المعرفية بين الشعب وبين من يملكون المعرفة والنخب في المجتمع. لنقف عند تلك الكلمات أو عند هذا الحديث عزيزي المتابع، ونحدد أين نقف نحن أمام كل تلك الاستراتيجيات المحكومين بها. وهل نعد أنفسنا أننا شعبا متخلفا أو متطور ونحظى باهتمام العالم المتسارع بالتقدم؟ لكم الحكم، ودمتم بسلام.